الشمس زعلها وحش. ازاي في الجو الحر ده اعرف اذا كان حد جاله ضربه شمس واتصرف ازاي؟ تعال اقول لك. ضربة الشمس بتحصل لما الجسم بيوصل لدرجة حرارة عالية ما بيعرقش، فبالتالي ما بيبردش نفسه، وده تقريبا بيوصل عند درجة حرارة 40. أهم الأعراض: صداع شديد ودوخة ودوار، غثيان أو ترجيع ودرجة حرارة عالية، تنفس سريع، جفاف، وممكن يوصل لفقدان وعي. طب اعمل ايه لو حد جات له الاعراض دي؟ اخده بسرعه لمكان فيه ضله او تكييف. لو الهدوم اللي هو لابسها مضايقاه احاول اقلعها له شويه. كمان يبقى حلو لو بليت له جسمه ميه ساقعه او كمادات. لو هو واعي يبقى كويس قوي لو اديت له ميه او مشروب فيه املاح. ما تحاولش تديله دواء خافض الحراره من نفسك. طب احمي نفسي ازاي؟ وانت قاعد في مكان سخن اشرب ميه كتير. حاول على قد ما تقدر تلبس الوان فاتحه وخفيفه. لو احنا عارفين ان احنا تقريبا هنتعرض لاشعه الشمس المباشره من 12 بعد الظهر ل4، يفضل ان احنا نخلي معانا كاب او شمسيه. الخلاصه: ضربه الشمس مش هزار ابدا. مهم قوي انك تعرف اعراض ضربه الشمس وتتصرف معاها ازاي عشان تنقذ نفسك واللي حواليك. لو عندك سؤال اكتب لي في الكومنتات وانا هجاوبك عليه الحلقه الجايه. انا بيتر واصف، صيدلي مصري من شبرا عايش في كاليفورنيا، ودي شبرا فوني. اشوفك الفيديو اللي جاي.